أقل من 90 يوم على كأس العالم 2026، وإلى حد اللحظة هذه الفيفا مازال ما وصلهاش حتى خطاب رسمي من المنتخب الإيراني يوضح انسحابه من المونديال بسبب الحرب. أما في الحقيقة فما سبب آخر، النظام الإيراني خايف لا تصير له فضيحة أخرى كما اللي صارت في أستراليا. The team was thrust into the spotlight during a tournament in Australia where players refused to sing the Iranian national anthem. خليني نفسر لك الحكاية. أستراليا قررت تعطي تأشيرات إنسانية ل5 ملاعبية كرة قدم إيرانيات طلبوا اللجوء بعد ما شاركوا في كأس آسيا للسيدات وخايفين يرجعوا لإيران. هاو علاش مقدم معروف في التلفزيون الرسمي حرض الناس ضدهم ووصفهم بالخائنات زمن الحرب على خاطر ما غناوش النشيد الوطني الإيراني في الماتش اللي لعبوه ضد كوريا الجنوبية. خائنين زمان جنگ بعد. توا بالنسبة للمنتخب الإيراني للرجال الأمور مازالت مش واضحة. وزير الرياضة الإيراني قال للملاعبية متاعنا ما ينجموش يشاركوا في البطولة في الوضع اللي نحن فيه. دونالد ترامب قال من جهته اللي المنتخب الإيراني مرحب به في كأس العالم، أما من المستحسن ما يجيوش لأسباب تتعلق بسلامتهم. إيران من المنتخبات الأوائل اللي ترشحت للمونديال وهي في المجموعة السابعة مع بلجيكا ومصر ونيوزيلندا. والسؤال اللي لازم الفيفا تجاوب عليه شكون باش ياخذ بلاصتها إذا قررت الانسحاب.